السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين ديالي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم عالم أمجد. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا ميني بطبوط بحشوة لذيذة وسهلة واقتصادية. بسم الله على بركة الله. غندوزو للمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي تقريبا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الأبيض وكاس ديال الفينو، ضفت عليهم الملح حسب الذوق وملعقة كبيرة سكر سنيدة. هنايا 2 معالق صغار ديال خميرة الخبز، وضفت واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون. صافي هنا غادي نبدا نجمع العجين بالماء الدافئ طبعا. صافي هنا من بعد ما غادي نجمع العجينه غادي ندلكها واحد شويه بيدي بحال هكا حتى غندلكها مزيان حتى غتولي تفشفش لينا. صافي وغادي نديرها هنايا وغادي ندير ليها زيت المائده ونخليها حتى تخمر. صافي غادي نغطيها ونخليها تخمر. صافي هنا من بعد ما خليتها تقريبا واحد ربع ساعه خمرات كيف كتشوفوا العجين كيفاش كيجي. صافي غادي نقسمها على جوج وغادي نبدا نشكلها كرات على هذا الشكل هذا. صافي وغادي ندير لها الدقيق الابيض اولا الفينو اللي درتو مزيان. صافي وغنغطيها ترتاح واحد شويه باش تسهل علينا ملي نكونوا كنطلقوها. صافي هنايا غادي ندهن سطح العمل بالقليل من الفينو وغادي نبدا نطلق العجين. نبقى نطلق ونرش بالفينو باش ما تلتصقش ليا. هنايا غادي نستعن بواحد المدلك باش نطلقها بسهوله. صافي هنا غادي نحاول نطلقها تكون رقيقه شويه، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، المهم بين وبين. انا نوريكم السمك. هذا هو السمك اللي خليت عليه العجين. صافي هنا غنجيب هذيك القطعه ديال البيتزا اولا اي قطعه بغيتو تقطعوه، بغيت تقطعوه دوائر، هنا نقطعو انا مربعات. استعنت بهاد القطعه ديال البيتزا قطعته مربعات على هذا الشكل هذا. كنحيد هذوك الزوائد باش يجيوني المربعات مقادين. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل العجين كامل. غنديرو في واحد البلاصه اللي غادي فين غادي نخمروا ليا. انا خديت واحد اللاطه وفرشت ليها زيف وصافي وحطيتهم فيها باش يخمروا، وغادي نكمل العجين ديالي كامل على هذا الشكل هذا. صافي بنفس الطريقه اللي خدمت به العجين الاول غادي نخدم به حتى هادي وغادي نكملهم نفس الشكل. غادي نخدموا تقدروا تنوعوا ديروا في الاول شكل مربعات والثاني ديروا دوائر. بالنسبه لكم غديروا جوج حشوات، انا هنايا غندير غير حشوه واحده، غنكتفي غير بشكل واحد. صافي هنايا هذوك الزوائد اللي حيت شكلت منهم هكا بطيبيطات صغار غادي نديرهم هادو بوحدهم. صافي هنا من بعد ما خليته واحد 10 دقائق بدا كيخمر، ما تخليوه حتى يخمر مزيان باش يتنفخ معكم، غير يبدا يخمر شويه. صافي تبداو طيبوه. هنا درت المقله سخنتها مزيان. صافي وغنبدا نطيب هذاك البطيبيطات، غنديرهم هكا في المقله غير يبداو يديروا هذوك البقعات ونقلبهم. صافي وغادي نبقى نقلب فيهم حتى غيبداو يتنفخوا. نقلب ونحرك مزيان من فوق المقله وانا كنبقى نحرك فيهم حتى كيبداو يتنفخوا. هنايا هما غيبداو يتنفخوا ليا دابا. سمحوا لي راه تقطع لي التصوير ما كملتش معكم هاد الطيبيطات الصغار.
كيف قلت لكم راه تقطع لي التصوير ما كملتش، غادي نكمل معكم في هادو اللي كنت جمعت من الزوائد. خرجتهم على مخيمرات على هذا الشكل هذا. صافي غنبقى نقلب فيها بحال هكا حتى غادي يتنفخ ليا، وضروري ما تخليوش يخمر بزاف، حيت الا خليتوه يخمر بزاف ما غيجيكمش منفوخ، غادي يلصق. صافي غنبقى نقلب بحال هكا بحال هكا. درت المخيمرات الصغار كنقلب فيهم ونحرك حتى تنفخوا. ها هي كيف كتشوفوا، هي تنفخات. صافي وهنا كنكون كملت البطبوط ديالي كامل، ترى كيخرج كميه وفيره. وهنا غادي نوريكم كيفاش جا البطبوط محلول. غادي نحاول نحلو معكم باش تشوفوه. كيجي محلول من الداخل، ما تحتاجوش كاع انكم تحلوه. هاي كتفتحوه بحال هكا كتلقاوه خاوي من الداخل، باش كيسهل علينا في العماره. كيف كتشوفوا هو خاوي من الداخل. وصافي دابا غادي ندوزو للحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه هنا عندي كميه ديال الخس مقطع، هذا خياره تقريبا، خياره صغيره، 3 ديال المطيشات موين، وهنايا عندي جزره واحده محكوكه، كميه ديال الطون، كميه ديال الزيتون مقطع. غنضيف عليهم المايس، وصافي هنا غندير عليهم واحد 3 ديال المعالق كبار ديال المايونيز والقليل من الملح، ونخلط الكل جيدا. صافي هنا من بعد ما خلطت الحشوه ديالي مزيان غنبدا نعمر بها دوك البطيبيطات حتى غادي نكملهم كاملين. وكان هذا هو الميني بطبوط اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا طريقه التحضير سهله وبسيطه وبالصحه والراحه.